الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا، امين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهاردة يا جماعة فيديو جديد ويوم جديد، والنهاردة اول ايام عيد الاضحى. النهاردة هاخدكم معايا كده فلوج في صلاة العيد. نزلنا يا جماعة طبعا ساعة الفجرية صلاة العيد، وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، بصوا لسه النهار ما طلعش. طبعا يا جماعة شايفين، بسم الله ما شاء الله، سبحان الله الذي خلق هذا الجمال. شايفين يا جماعة؟ طبعا احنا بننزل نصلي على كورنيش النيل عندنا في دمياط. طبعا يا جماعة اليوم ده ما كنتش نمت وكنت مطبقة، ومعلش لو انا اتأخرت عليكم في الفيديو، معلش كان ايام العيد كلها عندي بصراحة كانت، يعني عايزة اقول لكم طبعا في ضيوف، خرجنا انا والبنات وابو همسة، فكانت الايام كلها جريت بسرعة البرق. هنزل لكم طبعا الفيديوهات يومياتي يوم بيوم، بس طبعا انا يعني بعتذر جدا ان انا اتأخرت عليكم ونزلتها لكم بعد العيد. طبعا كان عندي كمية فيديوهات مصوراها يا جماعة، فعشان كده انا اتأخرت عليكم. تعالوا بقى معايا نبدأ يومنا. وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، طبعا احنا نزلنا طبعا بعد الفجر علشان نصلي صلاة العيد. زي ما انتوا شايفين كده فرشت السجاد بتاع الصلاة وقعدنا نستنى الصلاة. فطبعا اللي حابب بقى ان هو يتصور، اللي حابب يلعب شوية، طبعا زي ما انتوا شايفين الولاد كلهم فرحانين بالبلالين وقاعدين طبعا نكبر تكبيرات العيد. ودي الاجواء زي ما انتوا شايفين معايا كده يا جماعة. عايزه اقول لكم ان الجو كان لطيف الحمد لله، ما كانش برد قوي زي العيد اللي فات. كان طبعا الجو برد وكان فيه هوا شديد عشان كنا لسه طبعا في الشتاء. اما دلوقتي الجو لطيف جدا زي ما انتم شايفين كده، كانت اجواء حلوة جدا جدا جدا، وكمان ما كانتش زحمة زي العيد اللي فات. طبعا عايزه اقول لكم العيد اللي فات كان زحمه جدا جدا، وكنا وصلنا يعني في الاخر خالص، فكانت الناس يعني مزدحمه جدا جدا. زي ما انتم شايفين معايا طبعا في ناس بتوزع توزيعات العيد، عاملين توزيعات جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. وزعوا على همسه وهنا، عاملينها بالفوم، ورد بقى، وحاطين طوفي، وحاطين كمان بالونه وزماره زي ما انتم شايفين كده. بصراحة شكلها لطيف جدا وعجبتني، وفكرة لطيفة قوي قوي بتفرح الولاد. وعايزة اقول لكم الولاد كلهم ما شاء الله فرحوا واتبسطوا بيها جدا. طبعا عايزه اقول لكم ان في كذا حد كان بيوزع توزيعات العيد، يعني بسم الله ما شاء الله ناس كتير جدا، اللي بيوزع بالونات واللي بيوزع توفي واللي عامل كروت واللي عامل زي ما شفتوا معايا كده الكارت بالورد اللي هو الفوم ده. بصراحه افكار جميله جدا جدا. اهم حاجه بس ان الولاد اتبسطوا بيها وفرحوا بيها. طبعا هنا يا جماعه كانت اقامه الصلاه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ادينا بقى الصلاة بتاعة العيد، وعايزة اقول لكم بجد اجواء جميلة جدا. اول حاجة كده يعني بتخليكي فعلا تحسي بالعيد واجواء العيد، هي ان انتي تصلي صلاة العيد في الجمع الجميل ده. بصراحة بتديكي احساس حلو جدا، والاطفال بيبقوا مبسوطين جدا جدا، وبجد اجواء حلوة قوي. يعني اللي بجد ما بيروحش يصلي صلاة العيد فايته كتير جدا. فانا طبعا بقالي كذا سنه بروح اصلي صلاه العيد
يعني عايزه اقول لكم بجد خلاص انا اتعودت على كده. واحنا صغيرين كانت امي ربنا يديها الصحة وابويا الله يرحمه كانوا برضو ياخدونا ونروح نصلي صلاة العيد في المسجد اللي جنب البيت. بصراحة ما كناش يعني بنيجي هنا على البحر، لان كان بالنسبة لبيت والدي كان بعيد جدا جدا. انما انا بعد ما اتجوزت بقى المكان اللي هو بتاع الكورنيش بتاع البحر ده قريب لبيتي، فعلشان كده بحب اصلي في المكان ده. بيبقى واسع وكبير وعلى كورنيش البحر وجميل قوي. فبصراحة يعني بيبقى في قلب دمياط، ده المكان اللي معروف فيه ان بنصلي في دمياط صلاة العيد فين؟ عند الكورنيش. طبعا في مساجد كتير جدا حوالينا وكده، بس انا بحب اصلي انا والبنات عند الكورنيش. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة الاجواء لطيفة جدا. ولقينا بقى بلالين. بصوا المنظر يا جماعة بجد، يعني اول مرة نشوف منظر البلالين ده. بس كانت يعني لحظة حلوة جدا جدا ان هم بعد الصلاة خالص وبعد ما خلصوا الأدعية والشيخ خلص كل كلامه، راحوا نزلوا البلالين كده على الأولاد. طبعا كانت فرحة كبيرة جدا، والأطفال كلها هي وكده. كانت بصراحة لحظة جميلة قوي. طبعا كل البلالين في كل حتة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. وعايزة اقول لكم ايه، البلالين اسعارها غالية جدا. عايزة اقول لكم ان البالونة دي ب70 جنيه. طبعا سألت عليها علشان همسة وهنا كانوا عايزين بلالين، لقينا البالونة ب70 جنيه يا جماعة. بالونة صغيرة جدا اللي هي اصلا ما تكملش 3 جنيه. نيجي هنا بقى يا جماعة زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده في الجنب ده كده الحديقة اللي هي بتاعت بنت الشاطئ. حاطين فيها طبعا لعب اطفال، وحاطين فيها مراجيح، وحاطين فيها نطاطه وحاجات حلوه جدا طبعا للاطفال اللي عايزه تخش تلعب. عايزه اقول لكم يا جماعه ان دلوقتي بقى غير زمان. يعني زمان كنا نصلي العيد ونروح بيوتنا. دلوقتي لا، في ناس بقت تستمتع بالخروج بعد صلاة العيد على طول. الملاهي فاتحة، الكافيهات فاتحة، الأماكن فاتحة، محلات السندوتشات، المطاعم، كل حاجة مفتوحة. اللي عايز يخرج ويتفسح ويتبسط واللي عايز يلعب ولاده من ساعة صلاة العيد. طبعا النظام ده يا جماعة غريب علينا. انا بالنسبة لي طبعا انا وابو همسة والبنات روحنا على البيت على طول. انا زي ما قلت لكم انا مطبقة وما نمتش. اول حاجة عملتها فتحت علبة السابليه زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، وقلت اطلع كده طبق فيه سابليه وكوكيز واعمل شاي بحليب علشان ااكل الولاد اي حاجه كده بس يغيروا بيها ريقهم كده، يعني بس حاجه بسيطه كده لغايه ما نصحى ونجهز الاكل. طبعا هموت وانام يا جماعه، هموت خلاص انا فصلت. طبعا ده الكوكيز زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه، حاجه فاخر من الاخر. عملت طبعا للبنات كوبايتين شاي بحليب زي ما انتوا شايفين، وكوبايه شاي لابو همسه، وحطيت لهم كده سابليه وكوكيز والبسكوت اللي هو بالسمسم ده زي ما انتوا شايفين. حاجه كده يا جماعه خطيره خطيره. طبعا انا قلت لا، انا مش عايزه اشرب حاجه، انا عايزه اكل بس يعني بسكوته كده وادخل انام مش قادره. طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعه خلاص احنا فطرنا حاجه بسيطه كده ودخلنا نمنا. ما صحيناش يا جماعة غير الساعة 3 العصر. 3 العصر يعني عايزة اقول لكم خدنا نومة حلوة جدا. قلت اول حاجة اعملها يا جماعة ان انا احط الفشة عندي تتسلق. طبعا يا جماعة فطرنا النهاردة هيكون كبدة وفشة وقلب وكلاوي وسجق. طبعا الحلويات اللي هي بتاعة العجل. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنفطر كلنا يعني كلنا ما عدا طبعا ناس معينة اللي ما بتحبش الحاجات دي ما بتفطرش الحاجات دي. بتفطر بقى لحمة وفتة وكوارع وممبار وحاجات كده. طبعا انا يا جماعة قلت اسلق الفشة، فزي ما انتوا شايفين معايا كده ده كان شكل الفشة بتاعتنا. طازة يا جماعة، ابو همسة جابها امبارح بالليل طبعا من الجزار، وانا حطيتها على رف التلاجة. صحيت زي ما انتوا شايفين كده ولعت عليها قلت اسلقها. وهنا كنت سلقت الحمص يا جماعة، وهغير له بقى المية، احط له مية وملح واحطه في علبة كده. وكده زي ما انتوا شايفين معايا نبدأ بقى ان احنا نجهز الفطار. طيب هتعملي ايه يا ياسمين؟ طلعت بقى عندي برضو الكبدة والكلاوي والفشة بعد ما سلقتها وقطعت كل الكلام الجميل ده يا جماعة. طبعا ده زي ما انتوا شايفين كده دي الكلاوي.
طبعا يا جماعة عايزة اقول لكم ان بيبقى فيه طحال وبيبقى فيه حاجات كده تانية. بصراحة انا ما بحبش الطحال، بيبقى ناشف شوية. القلب برضو قلت لابو همسة ما تجيبش القلب، برضو بيبقى بيشد كده زي اللحمة. احنا جبنا فشة، سجق، كبدة، كلاوي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الميكس ده كده على بعضه تحفه تحفه تحفه، مش عايزين اكتر من كده. الفشه طريه جدا وحلوه وجميله، بس ما ترققوهاش علشان ما تنشفش منكم في التحمير. الكلاوي تحفه، بتبقى يعني حاجه كده جميله قوي. الكبده بتبقى طريه جدا. السجق بيبقى حاجه وهم ولا في الخيال. طبعا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي جايه من عند حد موثوق فيه واحنا عارفينه كويس جدا جدا، فجايب لنا حاجه نظيفه قوي قوي قوي. خصوصا السجق خطير يا جماعه. بعد ما جهزت عندي زي ما شفتوا معايا كده، طبعا الكبده متقطعه والسجق جاهز، قطعت الكلاوي، قطعت الفشه. بدات بقى اجي كده على النار، حله كده حطينا فيها شويه زيت محترمين، ونزلت بالفشه بتاعتي. طبعا الفشه يا جماعه بعد ما بدات بقى ان هي تتحمر معايا كده، بصوا انا حمرتها بس ما نشفتهاش، يعني ايه تحميره كده حلوه. نزلت بعد كده عندي بالكلاوي بعد ما طبعا حمرتها. هتقولي طب انت ليه يا ياسمين ما حمرتيش؟ لا، هي هو كده بالظبط، اعملوا زي ما انا بعمل هيطلع معاكم الحاجه مظبوطه. حمرنا الفشه، بتاخد شويه وقت كده وتبدا تنزل ميتها، وبعدين تتحمر وتاخد لون جميل كده. ننزل عليها بالكلاوي علشان هي مراحل يا جماعة. الفشة بتاخد وقت، بعد كده الكلاوي بتاخد وقت أقل منها. وبعد كده طبعا بعد ما نقلب الكلاوي تقلبتين كده حلوين، ننزل بإيه؟ ننزل بالكبدة بعد كده. ونضيف بقى البهارات بتاعتنا يا جماعة، ملح وفلفل وكمون. وبعد كده بقى بنشيل الفش والكلاوي والكبدة، وبعدين نحمر السجق لوحده في النهاية يا جماعة. فرشت عندي طبق كده بالبقدونس، وحطيت عندي الحلويات اللي حمرناها والجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. وعملت طبق طحينة حلو وطبق مخلل، وعندنا كمان شيبسي جاهز والعيش الأسمر بتاعنا الجميل. وكده جهزنا الفطار بتاعنا يا جماعة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ كل سنة وانتم طيبين، والأمة الإسلامية يا رب بألف خير، ويا رب كل أيامكم أعياد وسعادة وهنا، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا يا حبايب قلبي بعد كده بقى نزلنا لحماتي، عيدنا عليها هي وحماية، والبنات طبعا عيدوا على جدتهم، ولاد العيلة كلهم نزلوا عيدوا على جدتهم وجدهم. وبعد كده طلعنا يا جماعة بقى نقضي اليوم بتاعنا. بدأنا بإيه؟ الكريم كراميل والجيلي الخطير، كنت جهزته معاكم في تجهيزات العيد. طبعا يا جماعه كنت ضفت الكراميل زي ما انتم شايفين معايا كده على وش الكريم كراميل. بعد ما جمد تماما حطيته فوق الوش كده زي ما انتم شايفين. طبعا همسه وهنا عايزين ياكلوا جيلي، وانا وابو همسه كلنا كريم كراميل. وبعد كده بقى يا جماعه جهزت عندي شويه مسليات كده علشان اجواء العيد تكمل معانا. طبعا يا جماعه اول يوم العيد بنقضيه في البيت، عشان لو جالنا ضيوف طبعا يعيدوا علينا، عمامنا، خلاننا، قرايبنا، اخواتنا، اهلنا، اي حد يجي يعيد علينا. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بصوا انا عايزه اوريكم. فاكرين دي يا جماعه؟ كنت صورتها لكم في فيديو قبل كده وما قلتلكوش اسمها ايه، وقلت لكم اكتبوا لي اسمها في الكومنتات، والظاهر مفيش حد يعرف اسمها. بصوا يا جماعه، دي اسمها عندنا طبعا احنا عارفين ان هي اصلا اسمها ايه، اسمها مارينج، بس بتتباع عندنا في دمياط واسمها حاجه كده البطه. طبعا اللي عارف يكتبوا لي يا جماعه، انا مش قادره اقول بصراحه. طبعا دي اكياس كده من المارينج بتتباع كده يا جماعه. بيوقفوا طبعا يبيعوها كده، فانا ولادي بيحبوها قوي وانا كمان بحبها جدا. فابو همسه كده جاب لنا كيس، وعشان العيد يعني كل سنه وانتم طيبين بقى. وطبعا بيبيعوا بقى عسليه، وبيبيعوا حاجات كتير قوي زي البالونات كده والحاجات دي. طبعا بيقفوا كده يبيعوها، فاحنا بنحبها جدا بصراحة. اول ما بنلاقيها بنشتري منها على طول. جهزت لهم طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده طبق من الاناناس، طبق من الخوخ، شوية فول ولب على بعض كده، شوية مقرمشات من اللي هي المملحة دي برضو، فول ولب عليهم كده طبقة مملحة، شوية حمص من اللي احنا سلقناه مع بعض. وعندنا كمان يا جماعة شوية حمص اللي هو العادي ده اللي انتوا شايفينه ده، طبعا انا بحبه جدا يا جماعة. وطبعا حاطط لهم كده ازازة
كحكة ساقعة، وجهزت لهم حاجات كده بسيطة جدا نفرح بيها الولاد. وبس كده يا جماعة، طبعا زي ما انتم شايفين كده ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا ولو بشيء بسيط. اشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد ويوم جديد، ومع الف سلامة.